النهارده هنتكلم عن باسم مرسي. باسم مرسي من اكتر اللعيبه اللي ما خدتش حقها من وجهة نظري، برغم اني اهلاوي وعاشق جدا النادي الاهلي، بس محدش يقدر ينكر ان هو كان مهاجم قوي جدا. سيبك من الحاجات اللي خارج الملعب، دي شويه اهداف كده لباسم مرسي. باسم مرسي لعب في الانتاج ولعب مرتين، لعب في الزمالك ولعب في سموحه واحترف في لاريسا اليوناني، وكان راح سيراميكا وكان راح الطلائع والاسماعيلي والمقصه. مسجل حوالي 75 جول، من المهاجمين اللي انا شايف ان هما اتظلموا بتركيزهم خارج الملعب. وطبعا فترته في الزمالك ومسجل حوالي 7 أهداف مع منتخب مصر في 10 مباريات، من المهاجمين الكويسين جدا اللي ما خدوش حقهم، واللي احنا حاليا نفسنا مثلا يبقى يطلع مهاجم مباشر شبهه. يعني شوية أهداف، مثلا ده هدف قدام الرجاء، جون صعب جدا، جون شيب ما بنشوفش جوان دلوقتي. الجون اللي جاي ده قدام الإسماعيلي جون من أحسن الأهداف اللي شفتها لمهاجم، التمويه. وجون زي ده في حسام الحضري، وكمان كان في حتة القتالية على كل كورة. يعني مثلا ده جون في النصر، دي كورة هو دخل لبس في العرض عديل،